السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. معاكم ماجدة عبد الرازق في فيديو جديد. مين ما كلش ملوخية بالجمبري؟ اللي ما كلش ملوخية بالجمبري يعملها بالطريقة دي وإن شاء الله تطلع تحفة. هتدعولي. عملتها بطريقة بتاعتي، يعني طريقتي أنا جميلة جدا. إن شاء الله جربوها وهتعجبكم. قبل ما نقول المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوش تعملوا لي اللايك والكومنت اللي بيسعدني جدا جدا. انا بقرا الكومنتات كلها وبعلق عليها. طبعا بتسعدني الكومنتات بتاعتكم كلكم. آه، والوقتي هنا شايفين الطبق ما شاء الله عامل ازاي، لوحة فنية. وعملت هنا دي الطشة دي. وهنا طبعا عشان ايه ابين ان الطبق فيه جمبري، حطيت هنا سلقت كام واحدة وحطيتهم كده على الطرف، ما شاء الله عاملين منظر واو. الوقت اقول لكم على المقادير وطريقة التحضير ويلا نبدأ. اول وقت هنقول مقادير الملوخيه اللي بالجمبري. عندي هنا كسرونه حاطه فيها شوربه وحاطه فيها طماطمايه صغيره مبشوره. وعندي طبعا جمبري، ده الاساسي جمبري. وعندي هنا ملوخيه دي مفرزه شاريها جاهزه. وعندي توم مفروم. وعندي البهارات بقى، في بهارات هتتحط على الجمبري وبهارات هتتحط على الطشه بتاعت الملوخيه. عندي كمون، فلفل اسود، بهارات سمك، دول اللي حطوا على الجمبري. بعد كده عندي كزبره ناشفه وعندي ملح. الكزبره الناشفه دي عشان الملوخيه. اوكي. دلوقتي نروح على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا امارات انا حطيت الكسرونه اللي فيها الشوربه والطماطم المبشوره على النار. هتاخد غلوه كده بس عشان الطماطم ايه تستوي شويه. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اوكي. هنا يا امارات بعد ما سبت الشوربه والطماطم ياخدوا ويدوا مع بعض، هعمل ايه؟ هنزل بقى بالملوخيه. بسم الله. ونحاول ما تكترش شوربه علشان الملوخيه دي متفرزه فيها شوربه. تمام. ننزل كده كل اللي في الكيس. هعمل ايه؟ انا هقلبها كده وهغطيها واسيبها بقى ايه تسيح في الشوربه. تمام. بعد كده ابقى اجي اطبخها، اكمل ايه الطبخ بتاعها. تمام. الوقت يا امارات بعد ما خلصت الملوخيه وشلتها على جنب، جبت طاسه حطيت فيها حبه زيت. انا هعملها بزيت وبعد كده الطشه هعملها بزبده عشان ما تبقاش تقيله. وهاخد هنا التوم. بسم الله. هاخد جزء للجمبري وجزء اعمل بيه الطشه بتاعت الملوخيه. تمام. التومه دي فيها ملح فقط. عندي هنا التوم يا دوبك طلعت ريحه التومه. هنزل بالجمبري. بسم الله. الاكله دي جميله جدا، حلوه قوي، هتعجبكم. الطريقه بتاعتي دي ان شاء الله ايه هتعجبكم. تمام. حطيت الجمبري، هنزل بقى ببهارات السمك. البهارات بسم الله. بهارات السمك وحبة فلفل اسود وحبة كمون. الجمبري بيحب يا جماعة الكمون، وكمون اهو. تمام. وهقلب كله مع بعضه بقى واسيبه ما يستوي. وبعد كده هشوف الملح لان الجمبري برضو ما بياخدش ملح كتير. انا حاطه توم في الملح. تمام. هسيبه بقى ايه ما يستوي كده يا بنات. خلاص الجمبري استوى. الجمبري ما بياخدش سوا كتير على النار، يا دوبك يبقى لونه وردي كده. تمام. خلاص انا هطفي عليه واكمل بقيه الملوخيه. الوقت انا حطيت الملوخيه على النار. هي لسه متلجه اهي شويه، لسه بقى التلجه ما تفك. نبقى نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. عندي خلاص يا بنات الملوخيه
فكت اهي وبمعنى اصح استوت. هعمل هنا بقى ايه؟ هنزل بالجمبري. بسم الله. هنزل بالجمبري بالتومه بقى بتاعته بالخلطه الجميله دي، ياخد غلوه مع بعض. ونحاول ما نكترش الملوخيه، ما نحاولش نغلي الملوخيه كتير. تمام، معلش. التصوير بقى ايه، والواحد بيندمج بقى في الاكل بينسى الكلام. اوكي. نقلب كده. بسم الله. نظبط بقى الملح ونظبط القوام ان شاء الله. تحفه. شايفين عامله ازاي ملوخيه بالجمبري؟ واو. الوقت خلاص يا بنات. الملوخيه استوت. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها؟ شايفين؟ تحفه. القوام لا خفيفه ولا تقيله. اوكي. الوقت هنعمل بقى ايه الطشه بتاعتها. انا هعمل بقى الطشه بتاعت الملوخيه. جبت الطاسه اللي عملت فيها الجمبري، حطيت مكعب زبده، عفوا. الوقت انا حطيت التومه في مكعب الزبده واسيبها ايه تتحمر شويه. تمام. الوقت التومه قربت تتحمر بتاعت الملوخيه. هنزل هنا بحبه كزبره ناشفه وحبه كمون، اقلبهم مع بعض. وبعد كده انا هبقى احطها ايه على الملوخيه من فوق، مش هقلبها فيها، لا. اما اغرب في الملوخيه هحط الطشه دي على الوش. اوكي. وبكده اكلتنا النهارده خلصت. يا رب تجربوها، والله العظيم اكله تحفه. انا حلفت بس جربوها كده. هتعجبكم. اللي ما جربش الملوخيه بالجمبري يجرب الطريقه دي. تمام. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. يعني ما تنسوش زي ما بنقول كل مرة اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. الوصفة خلصت لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.